السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد. قبل أي حاجة وكل حاجة هنصلي على الرسول ونتاج الذكر. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له الحمد على كل شيء قدير. النهاردة هنعمل مرقوق. المرقوق ده أكلة سعودية بتاعت أهل الجنوب، بس بأيادي مصرية. أول حاجة بنجيب دقيق أسمر بننخله من الردة اللي هي النخالة، وعلى بقدر يكون النخالة بتاعته مش كتير عشان مش يتقطع مننا. وبعد كده بتسيبه يرتاح، وبعد ما يرتاح بنعجنه جماعة. كويس. هنا في حلة أو قدر باللهجة السعودية هنحط بصلة وشوية زيت. عندك ليه خروف اعملي، عندك سمنة براحتكم، أي مادة دهنية متاحة عندك. أنا حطيت هنا زيت والبصل وأخليه يتحمص، وهحط معاها معلقة توم مفروم، وبرضو هحمصه. طبعا هنا كانت المعلقة من عاصة مكانها صلصة، لأن أنا بعمل صلصة لل... للخلطة دي للمرقوق. الصلصة اللي أنا بعملها بجيب طماطم ومطحنها في الخلاط أو في الكبة، أو أعملها بالميكسر عشان تبقى ناعمة، لأن يعني على حسب ما انتي حابة يعني. هنا حطيت شوية بهارات وحمصت البهارات مع البصل والثوم واقلبهم كويس وتحمصوا تحميص حلو. مش هقلي وكده وبتاع، تحميصة بس تدي اطلع نكهة البهارات ونكهة الحاجة. انا هنا دي صلصة طماطم مع معلقة صلصة وطحنتهم بالميكس. انا هنا اهوت هزودها شوية مية او مرقة المتاح عندكم، هنزل بيها على البصلة. طبعا الطماطم اللي انا عاملاها دي تقيلة يعني، مش خفيفة. فانا هزودها مرق وهزودها لان المرقوق السعودي بيحتاج كمية مرق على حسب العجينة عشان العجين هيستوي فيه. يعني اعتبريها كده مكرونة بيتي، بس بدقيق اسمر. فدي الكشنة اللي انا عاملاها ديت او التسبيكة اللي انا عاملاها دي تقيلة. انا هنا هجيب العجينة، هجيبها وهفردها قطع صغيرة عشان تسهل عليا، مش هعمل حاجة كبيرة واقعد اقطع قطع صغيرة. وبرضو بس هفردها بقى وهوريكم عشان خاطر مش عارفة اصور بايد واعمل بايد. فردتها كده. هنا انا عندي الصلصة، هنا طحنتها وفرمتها كويس. طحنت الطماطم بالميكسر ان اللي هياكل المرقوق ما بيحبش الطماطم تبقى قشر طماطم يكون ظاهر. هنا اهوت المرقوق بدأ يغلي. برضو انا هزوده شوية كمان من المرق عشان العجينة تسبو، يعني عشان مش تعجن. انا هنا اهو المرقة غليت اللي هي طماطم ديت والبصل والكشنة وكده. هغطي عليها وبعدين افرد واحدة تانية تكون العجينة نشفت وعشان لما احط واحدة تانية ما يلزقوش في بعض. هنا اهو انا هوريكم فردت واحدة، التانية هي اهي هروح مقطعاها بالسكينة. لسه برضو كانت عايزة تنشف شوية، انا سبتها شوية وبعدين اهو بالسكينة قطعتها. وبرضو المفروض كنت اسيبها كمان شوية وبعدين اقطعها عشان خاطر ما تلزقش في بعضيها. وقلبتها برضو عشان ما تتلزقش. هنا اهو فرد واحدة تانية، وبعدين هكشف الغطا واحطها وافردها وهغطي عليها بالغطا عشان اسيبها البخار وكده يخليها تتماسك وما تتلزقش. لما اجي احط واحدة تانية مش تلزق في بعضها. شوفوا هنا اهي دي مسكت شوية في نفسها كده، قطعتها. بقطعها بالسكينة، تقطعها بالمعلقة براحتك اللي مناسبة ليكي اهوت. بعدين عملت كذا واحدة وسيبها برضو اهو. المفروض اسيبها تنشف اكتر كمان، يعني اخليها دي بتبقى كده زي ما هكون حاجة مشددة كده. المهم او تبقى استوت بحيث مش تلزقش يعني. ما احطش كله ورا بعض ورا بعض واستنى مثلا دقيقة عشان خاطر ما يلزقوش. معلش فيها سامحوني في التصوير لان انا بصور بايد وبعمل بايد. حطيتها وهغطي عليها برضو بالغطا، مش هسيبها مكشوفة اهوت. شوف اهو حطها على الوش بسيبها كده وبغطيها واروح افرد واحدة تانية. مسافة ما بس افرد واحدة تانية اروح اقطعها واقلبها في المرق عشان ما تلزقش في اللي انا احطها بعد كده. ونفس الطريقة كده شوف اهو. لما جيت احط التاني شوف هتحس كده فيها نشفان شوية. قطعتها وهقلبها عشان خاطر لما اجي احط واحدة تانية عليها ما تلزقش. هو متعب شوية بس يعني بصراحة انا حبيته، والناس اللي هتاكله برضو هي بتحبه. فانا عاملاه، فكل واحد هي اذواق، بس هو ما شاء الله طعمه حلو. بالنسبة لنا انا حبيت اوريكم ثقافة انا شفتها
جماعة عندي بيحبوه. أو أنا بعد ما خلصت الكمية كلها، طبعا أنا حطيت في بداية يعني، وأنا بعمل في البداية خالص بعد ما عملت 5 حطيت شوية خضار. طبعا ممكن تحطي كوسة، ممكن تحطي بتنجان، ممكن تحطي بطاطس، تحطي جزر، تحطي قرع. هنا هو بعد ما خلص وفردته في الصينية، على اخر واحده بتخلص، بس اخر واحده دي بتسيبيها 3 دقايق ولا 4 دقايق تكون هي كمان استوت، عشان اخر واحده تاخد سواها وتقلبي. اهم حاجه تحاولي انك تقلبي كويس عشان ما يشتش وما يلزقش في الايه، في القعر من تحت. هنا انا بوريكم برضو. هنا انا قطعتها وقلبتها وسبتها 4 دقايق عشان اخر واحده تستوي وتاخد راحتها في السوا. وقلبت، ودي عندي الكوسه والبطاطس استوت كمان معاها. حطيت البطاطس والكوسه من اول ما حطيت الحاجه، يعني مش في الاخر. تمام. إيه، وبالهنا والشفا. واتمنى يكون الفيديو عجبكم واكون عرفت اوصل المعلومه، لان اوقات ما بعرفش اوصل المعلومه. هنا اهوت. لو حسيتي ان البطاطس او الخضار استوى وانت بتعملي طلعيهم في جنب. انا عملت كده، طلعتهم في جنب لعند ما اخلص، وبعدين رجعتهم تاني في الحله. انت هتلاقوا في الفيديو ان انا مش موجودين شويه ومحطوطين شويه، شلتهم عشان اعرف اقطع المرقوق. وفي نفس الوقت لما خلصت خالص رحت مرجعهم تاني عشان ياخدوا النكهه مع بعض ويبقى طعم واحد. وغرف الأكلة دي أنا بحبها، وما شاء الله هي جميلة وخفيفة وصحية. أنا جربتها عند جماعة سعوديين صحابي حبايبي، فقلت أوريها لكم وأوريكم أكلات تانية غير أكلاتنا المصرية. وكل شعب نحترم ثقافته وأكلاته اللي بيحبها. سوشيال لايك وكومنت حلو زيكم.